السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كي دايرين بخير؟ مرحبا بكم معايا في مطبخ ايمن. اليوم جيت بنهار فيديو جديد ونهار جديد. غنحضر معكم واحد الوصفه اللي هي الشهده اللي غنعمرها بالشكلاط. ندوزو المقادير على بركه الله. بسم الله. نقدم معكم المقادير. اولا عندي واحد الجبيضات، عندي واحد الكاس ديال الزيت هو اللي كاس العنبه باش نعبرو، عندي كاس الليمون، عندي كاس سنيده، عندي هنا واحد المعلقه كبيره ديال الزبده اللي ذوبتها وخليتها تبرد، عندي هنا جوج ليف ديال الطحين اللي الماء يعادل نص كيلو ديال الطحين فورس، هنا عندي واحد الملحه، عندي واحد الخماره، عندي واحد فاني. نبداو على بركه الله الطريقه. اول حاجه غنبداو الخميره هي الاولى، غنديرو دابا البرد، غنديرو واحد 2 معلقات ديال الخميره، غندير من هاد الكاس سنيده واحد نص معلقه سنيده، غندير هنا الماء الكافي باش تفاعلنا الخميره. دابا ملي تفاعلت لي الخميره غنزيد على هاد الفاني، المكونات كاملين غنزيدهم خطره وحده، عاد نزيد الطحين، نزيد هاد الزيت، نزيد هاد الزبيده مع عصير الليمون، كاس سنيده، جوج بيضات، نخلط الكل. نديرو الزلافه الاولى هي الاولى، نزيدو شويه الملحه، نزيدو هاد الخماره حتى هي نغربلوها، نزيدو الزلافه، نخلطو الكل، نبداو نزيدو الطحين تدريجيا كنحصلوا على واحد العجينه اللي رطبه، وانتم تبعوا معايا حتى الاخر. نزيدو الزلافه اخرى، ما كفاتنيش غنزيد معكم الطحين، وغنقول لكم على الزاكيه ديال الطحين. نزيد معكم واحد الزلافه ديال الطحين، نتوما باقا رطبه. هنا غنزيد واحد شويه ثاني باش نجمعوا العجينه. دابا غنحيد هاد الطاسه ندير بيديا، غنزيدو شويه الطحين، ها العجينه ديالنا بعد ما جمعتها ها هي شوف كي جات مطلوقه. دابا غنديرها في كوكوط ونخليوها تختمر لينا، عاد ندوز معكم باش نديرو الشهده ديالنا. بسم الله. هنا في كوكوط تكون عندنا سخونه، دهنوها بالزيت، اما الطاسه اما كوكوط. ها العجينه ديالنا بعد ما خمرات لنا خرج منها الهواء، ونكوروهم شي كويرات صغار. ها نتوما تشوفوني كنكوروهم. عندي هنا الشكلاط، عندي هنا لوز افيلي، عندي كاسي، عندي واحد شويه زيت باش ندهن يدي، عندي هنا بيضه مع نيسكافي باش ندهنها من الوجه ديالها. بسم الله. عندي هذا المول هذا كبير كنفرشو بورق الطهي تندهنو بالزيت، وهنا عندي الكرات نديرهم صغيورين هكذا قياس مسيمنه صغيره. هنا نحلوهم نعمرهم بالشكلاط صافي، نبقاو ندهنوهم هكذا ونبداو نشكلو دائره. نديرهم متساويين. هانتوما نوي معكم واحده اخرى، نبقاو نديرو هكذا نستمروا تنكملوا الكرات. حنا غاديين تنخليو واحد شويه الفرق حداهم.
ضروري تخليو هاد الفرق بيناتهم فين تحلينا كريسه. متساويين. صافي تنديرو هكذا في الوسط، تلويو عليها ونجمعو الجوانب. نبقاو هكذا تنستمروا كاملين، نتلاقاو بعد ما نكمل الكويرات كاملين. ها هي سالينا التكويرات كاملين، قاديناهم بحال هكذا. دابا غندهنوهم بصفاره البيض القهوه ونخليهم تيختبروا. غنشعل الفران ونطفيه ونديرهم فيه باش يخمروا. بسم الله. ضروري ديروا الفرق بيناتهم باش يطيبوا من الجناب. ندهنوهم كاملين ونخليهم يخمروا. عاد نزينوهم شويه اللوز افيلي واللوز كاسي. دابا ها هي المارغريتا ديالنا خمروا. دابا نشعليو الفران من التحت تيطيبوا لنا شويه، عاد نشعلوا الفوق والتحت على درجه 150. الشهده ديالنا طابت لنا من الفوق والتحت. شوفوا كيفاش تجي محمره وبهاد الفلوس يفيلي كل حاجه في شكل. دابا بقى لنا نزوقوها بشي شويه العسل. ها هو باش تجينا مذهبه. ونقدموها مع شي كاس اتاي ولا شي كاس القهوه. تجي مذاقا وشكلا. ها الوصفه ديال اليوم. الا عجباتكم ما تنساوش الاشتراك في القناه ودعموني باللايك ديالكم وتكتبوا لي التعاليق ديالكم الزوينه باش نزيد لقدام. وبالصحه والراحه وشكرا.